أتى رجل لسيدنا إبراهيم بن أدهم قال له: يا سيدنا، أنا إنسان مسرف على نفسي، أنا مرتكب خطايا ومسرف، فاحكي لي شيء يرقق قلبي يخليني أنا أتوب وتنقذني من هالخطايا. قال له: يا ابني، أنا بعطيك الدواء بس تحسن تطبق إن شاء الله. قال له: بعطيك 5 خصال بس، 5. يلي منكم بده يذنب يسجل ال5 عنده. إذا بدك تذنب سجل ال5 أولا، عليه يظهر 5 قبل ما تقع في الخطيئة. قال له: أول وحدة: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزقه. بدك تعصي الله، لا تأكل من رزق الله. تأكل من رزقه وتعصيه، يعني أبوك عم يحط لك الأكل، بعد ما بتاكل الأكل بتأذي أبوك، تعصي أبوك. قال له: لا تأكل من رزقه. قال له: طيب نبدي أكل. كل الطعام رزق الله، كله من رزقه. قال له: إيه كان بيصير تأكل من رزقه وتعصيه؟ رزقه، فتح لك التم، حط لك اسنان والأضراس واللسان واللهات، حط لك البلعوم، حط لك كل هذول، خلق لك يوم مشان تاكل لقمه، والمعده حط لك لها احماض حتى تهضم لك الطعام، ومتى ما هضمت الطعام عم تحوله عم يفتح الباب، ما بينفتح الا بعد ما بينهضم الطعام. باب المعده مسكر، بينفتح لما بينهضم الطعام، بينزل للأمعاء. الأمعاء فيها أهداف مثل شعيرات رفيعة تمتص الغذاء والطفل بتكب لك لبرا. مين علم الأمعاء تمتص الغذاء؟ تمتص، تحوله إلى الكبد لحتى ينطبخ دم، من الكبد بيتحول إلى القلب، إلى الرئتين، من الرئتين إلى القلب، بيرجع من القلب للرئتين، من الرئتين بيجي للرأس والرجلين. عمل لك للدم دورتين، دورة صغرى ودورة كبرى. فمن هذا يعني إذا كان الرزق اللي الله طعمك فيه، فكل هالعطاء الإلهي وعم تعصي الله، هل يليق بإنسان مثلك عمل معك معروف تعمل معه متلوف أنت؟ بالعكس، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ولا النكران؟ فقال له: لا تأكل من رزقه. قال له: إيه ما في إمكان. قال له: هي وحدة. طيب. قال له: هات الثانية لنشوف. الثانية قال له: إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده. لا تعد ببلاده، اطلع من بلده. وين؟ كل الكون بلده، كل الكون بلده. سوريا بلده، وحلب بلده، فرنسا مو بلده، وأمريكا مو بلده، كل الكون بلده. قال له: لا تعد بشيء من بلده. بيقولوا العصفور ما بينجس بوكره، إذا بده يقضي حاجة لبرا ما بيلوث وكره، وهو طير صغير. فأنت ببلد الله وتنجس ببلد الله، ترتكب المعصية ببلد الله، والله شيء صعب. قال له: هي أصعب من الأولانية، لكن خلص طبقها. هات الثالثة لشوف. قال له: الثالثة: إذا أردت أن تعصيه
وأنت تعيش برزقه وتعيش في بلده، فانظر موضعا لا يراك فيه. روح تخبى بمحل ما يشوفك، اما تبارزوا بالمعصية قدامه شايفك وانت عم تعمل المعصية. الله أكبر. والله هذا الشيخ كتفه كتاف ما بقى يحسن يتحرك. لا تأكل من رزقه، لا تقعد ببلده، بدك تصي تخبى منه لا تخليه يشوفك. قال له شلون وهو مطلع على ما في السرائر؟ الله بيعرف السرائر ما بس الجسد. وين بدي يتخبى؟ وين بدي أهرب؟ قال له لك يا ابني عم تاكل من رزقه وعايش ببلده وشايفك وبتعصيه وهو شايفك، هل هذا يليق بإنسان في عقل؟ لا والله. قال له طيب هات الرابعة نشوف. قال له يا ابني إذا أجاك ملك الموت ليقبض روحك اطلب منه يأجلك لحتى تتوب. قال له ما بيحسن يأجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. شلون؟ قال له إيه؟ قال له خليه أجلك. ما بيأجل. قال له كان شلون؟ وأنت بالمعصية إذا أتى بده يقبض روحك بتحسن تقول له أخرني لحتى توب؟ بده عن معصية بده يقبض روحك عن معصية وبدك تقابل الله عن معصية. الإنسان ما بيقدر يعني. قصة حصلت بالصالحية، ما بحكي أكثر من هيك. في الصالحية امرأة، الله عز وجل يتوب علينا وعلى كل النساء، زوجها مريض فمالت إلى الخطيئة، دخلت شاب إلى بيتها، وبينما الشاب معها في الفراش اثنين متجردين، هو معها على الفراش وعلى صدرها أتاه الموت، مات وهو على صدرها. شافته تقل، قوم نكزها. لما عرفت مات وقام الثانية ماتت وهن بالعمل، فأجوا الناس كذا شافوهم متجردين اثنين بالمعصية. نسأل الله السلامة. هي الناس رأوها بين يدي الله عم تفعل الخطأ والله شايفك، آخذ يا ترى إذن أنه يأخرك ساعة أو ساعتين حتى تنقضي معصيتك؟ قال له راقب أن الله عز وجل بعد قبض روحك وأنت بالمعصية كيف تقابل الله؟ شو بقى بيحسن يعمل؟ قال له طيب هي كمان أصعب، هات الخامسة نشوف. خمسة لنشوف الخمسة. قال له إذا جاءت الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. اجوا بدهم ياخذوك على النار، مذنب خطاء بدهم يفوتوك على الحمام. قال لا تروح معهم. قال إيه هذا ما بحسن، لا بيتركوني ولا بيقبلوا مني انه اهرب منهم. او في سورة ياسين في آية قال الله تعالى وامتازوا اليوم، شو قبلها؟ ألم عهد إليكم يا بن، بعد الآية اللي قبلها
بيكونوا الناس في الموقف مؤمنين، بيركض واحد من أهل النفاق بيتخبى بيناتهم، إنه بركي بيفوت بيناتهم مع المؤمنين، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالملائكة بتنادي له: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. طلع لبرا، طلع، ما بيخلوه بيناتهم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. تمشي بين الصالحين تعمل حالك أنت منهم، اللي طلع لبرا. الصالحين إلهن سيما الطهارة والنقاء والصفاء. المجرم والمذنب أسود ملوث، تطلع ريحتك يوم القيامة ريحة مأنتنة. فقال له: إذا كان ملائكة اجوا بدهم ياخذوك على جهنم، لا تروح معهم. فقال الرجل: حسبي حاجة بكفي، أستغفر الله وأتوب إليه. ولزم العبادة حتى مات. هذول الخمسة كل واحد ممكن ياخذون له. اجى لبالك يا ابني خطيئة، اجى لبالك تعصي، أولا لا تأكل من رزقه، ثاني وحدة لا تعيش ببلده، اطلع من بلده، ثالث وحدة إذا كان قاعد ببيته لا تخليه يشوفك، تخبى منه لا تخليه يشوفك. وين بده يروح الإنسان؟ رابع وحدة قال له: إذا أجى ملك الموت خليه أخرك. خامس وحدة: إذا الملائكة بدها تاخذك لجهنم هروب منهم، لا تروح معهم. ولا وحدة بيحسن عليها الإنسان. لذلك اتق الله، لا تقع في خطيئة ومعصية